صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم كله خير وبركة. ان شاء الله النهاردة عايزين فيديو جديد مع بعض بإذن الله، ان شاء الله يعجبكم. النهاردة هنشوف بقى عايزين نأكل الكتاكيت ايه، او النهاردة نعمل لهم ايه يشربوه. كل يوم ان شاء الله نعمل لهم حاجة متنوعة عن اليوم اللي قبله. ان شاء الله النهاردة عايزين نعمل لهم حلبة ومعاها قرنفل. دوت بينشط الدورة الدموية بتاعة الطيور، وبيديهم مناعة أقوى، وبيفتح نفسهم للأكل، وبيخلي عندهم مناعة قوية. فهنا هنغلي الحلبة والقرنفل، وبنحطها لهم في ان هم يشربوها بدل المية. طبعا قبلها مش عايزة اقول لكم ان احنا لازم ان احنا بنعطش الطيور جامد، وبنحط لهاش مية وبعديها نحط لها الحلبة والقرنفل. لا، احنا علشان نشربها حاجة غير المية فبنبقى معطشينها الاول شوية. وهنا المية دي برضو حاطة فيها شوية حلبة و... وبرضو شوية من الحلبة والقرنفل وحطيتها لهم. قلت بلاش احط لهم الاتنين فيهم نفس الحلبة. هنا بقى انتوا شايفين الكراكيب اللي تحت العشة دي هننضفها، وهتبقى وهنا عشة هنحط لهم تانية بقى هنحط العلف فيها بتاعنا كتاكيت تانية وانا او بحط بط او العلف كده. على بحط العموم معاه لما اعملها انا برضو هوريها البذور لكم. بتاعة الحلبة هنا وبتاعة طبعا حطيت القرنفل، لهم البذور بتاعت برضو الحاجات بتزود ديت المناعة اللي بتاعتها، هي وبعدين مش الحلبة هرميها، بدل ما والقرنفل ارميها هم حطيتها لهم على ياكلوها العلف. احسن. وعايزه اقول لكم ان احنا ما ينفعش ان احنا ما ناكلش الكتاكيت بتاعتنا علف. لازم في الاول خالص بتاكل علف 23%، وبعد كده بتاكل علف 21%، ومفيش حاجة اسمها بديل خالص للعلف. ولكن احنا بنقلل العلف شوية، وبرضو لما بتقلل العلف شوية برضو الحاجة بتغيب شوية في ان هي تكبر. لان طبعا العلف ده هو اللي بيبني جسمها. ولكن عشان العلف غالي شوية، بس الحمد لله بيقولوا ان الأزمة ديت يعني ان شاء الله هتتفك قريب بإذن الله. والعلف هيبقى سعره ان شاء الله رخيص، والكتكوت سعره هينزل جامد جدا. ممكن ده ينزل للنص، او يبقى سعره السعر الطبيعي اللي كان الأول خالص. الكتكوت الأبيض سعره وصل 33 جنيه. فان شاء الله سعره هيوصل بقى ل10 و11 و13، وهيوصل زي المعدات الطبيعية اللي في الأول خالص. فمش هينفع ان انا استغنى عن العلف تماما، بس احنا بنحسن من ان احنا بنقلل العلف، فبالتالي بنزود معاه حاجة تانية ان هي تساعد الحاجة دي، تساعد الطيور ان هي آه، تعوض العلف اللي انا قللته شوية. هنا بقى احنا خلصنا الطيور، فدخلنا في حاجة تانية ان احنا ممكن نعمل ان انا يومنا بدأ ان احنا كملنا يومنا عملنا كيكة. فهنا عملنا كيكة بقشر اليوستفندي. كان طعمها حلو قوي قوي. وهي كيكه العاديه ان احنا بنحط 4 بيضات وقشر يوستفندي، وكلنا طبعا شاطرين وبنعرف نعملها. وبنحط كوبايه لبن، وبنحط زيت، وبنحط سكر و... واللي احنا الكيكه اللي احنا بنعرف نعملها العاديه خالص، بس هي الفرق فيها ان هي بنحط بدال البرتقال بنحط قشر يوستفندي. بتبقى طعمها حلو جدا وخفيفة وحلوة، وهنشوفها دلوقتي. والبيكنج باودر او كيك شيف اللي بنحطه، وبنحط فانيليا. نفس خطوات الكيكة العادية، ولكن الفرق ان احنا بنحط قشر اليوستفندي. والحقيقة انا شفتها في حد عاملها في اليوتيوب وعجبتني قوي، فحبيت اجربها معاكم وطلعت جميلة جدا. ضربنا هنا المكونات كلها بتاعتنا مع بعض: ال4 بيضات والسكر، كوباية السكر، وقشر يوستفندي، كوباية اللبن، وحطيت عليها شوية مية صغيرين، نص كوباية زيت، وهنا كوبايتين دقيق، ومعاهم بيكنج باودر. واديني بحط نص كوباية زيت اهوت عليها. هنا عملنا نخلنا دقيق عشان طبعا وبحط عليها هو كيك شيف. طبعا مش عايزة اقول لكم ان احنا لازم ننخل الدقيق عشان الهواء يخش جواه، عشان تبقى الكيكة خفيفة وترفع معايا في الفرن. بعد كده بنضيف المكونات السائلة عليها، وبنخلطها مع بعضيها كويس قوي. وبعد كده بنحطها بقى في الفرن مدة حوالي من تلت ساعة لنص ساعة. ولازم نبقى طبعا دهنين الصينية بالسمنة. وطبعا لازم القوام اللي هو قدامكم دوت، مش لازم يعني ما تبقاش تقيلة عن كده او خفيفة عن كده.
ونحطها على الرف الاوسط على درجة حرارة 180 درجة. وما شاء الله طلعت خفيفة، وطلعت زي ما انتوا شايفين كده. وما شاء الله جميلة جدا وريحتها حلوة قوي قوي قوي. و يعني اتمنى انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه.